فكيف شيخنا الفاضل، كيف نربي أبنائنا؟ على أي قاعدة وعلى أي مبدأ نربي أبنائنا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن تربية الأبناء والأولاد قضية حساسة وقضية محورية، لأنها أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لا يعرف قدرها وعظيم شأنها إلا الموفقون من عباد الله عز وجل. وهذه القضية أعني صلاح الأبناء وتربية الأبناء تحتاج طبعا إلى تأمل فيما سطره العلماء عليهم رحمة الله تعالى. فإن الأولاد هم فلذة الأكباد، هم غراس الحياة، هم قرة العين، هم دروع الأمة، هم بناة الغد الذي ينبغي أن نهتم به. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يربي أولاده تربية صحيحة إلا إذا كان قريبا من الله وعالما بأحكام الشريعة الإسلامية. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود، قال: إنما دخل الفساد على الأولاد والأبناء من جهة الآباء، فالأب إذا لم يكن صالحا والأم إذا لم تكن صالحة فإن الفساد يدخل على الأولاد. يسير الوالدان على طريق وينتقدان سير الولد فيها، وماذا أنت قائله لشخص يقول سبيل أهلي أقتفيها. ولهذا العلماء ذكروا أن التربية تكون من خلال تعليم الوالدين للأولاد لأمور العبادات. كثير من الآباء والأمهات لا يهتمون بتعليم أولادهم أحكام الطهارة، أحكام الاستنجاء، أحكام الصلاة، أحكام الصيام. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: ويجب على ولي الصبي والصبية أن يعلمهما الأحكام الشرعية من الطهارة، من شروط الاستنجاء، من الصلاة. فكثير من الأولاد لا يحسن الوضوء، كثير من الأولاد وربما الآن صار في سن التكليف وهو أيضا لا يحسن أن يصلي. السبب في ذلك هو الإهمال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود، قال: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم على تركها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر إلى هذا الإرشاد النبوي لمن أراد صلاح أولاده. يأمر ولده إذا الولد يعرف الخطاب ويرد الجواب ويفرق بين الجمرة والتمرة ويستطيع أن يأكل وحده ويمشي وحده على ما ينص عليه فقهاؤنا الشافعية، فهنا على الوالد أن يأمر أولاده لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء عن علي عند الإمام الحاكم وكذلك عند البيهقي في المدخل إلى السنن، قال: أدبوهم وعلموهم، وهذا جاء بسند صحيح عن علي. وجاء عن الحسن البصري في سنن سعيد بن منصور قال: علموهم الخير. فينبغي للأب أن يعلم أولاده الخير. كذلك إضافة إلى تعليم الوالدين للأولاد أمور العبادات، أيضا يعلم الآباء والأمهات الأولاد العقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام. هنالك جهل بأمور العقيدة، هنالك جهل بأمور التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ابن عباس، قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سبحان الله، يعلمه التوحيد، يغرس في قلبه التوحيد، لأنه هو عليه مدار النجاة والسعادة في الدارين. ولهذا حذر لقمان رضي الله عنه ولده من الشرك، فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كل الذنوب يغفرها الله إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعلم الأب ولده محاسن الأقوال، محاسن الأخلاق والآداب. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء في الصحيح أنه كان يأكل، فكان هنالك عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الإناء وفي الصحفة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الأيام هذه الآباء ترى الواحد مثلا يقول: يا ولدي كل من أكل العيش هز الجيش على ما يقولون. لا يعلمه السنة، كيف يبدأ في الأكل، كيف يبدأ في دخول الحمام، كيف يبدأ في الخروج من الحمام، دخول المسجد، الآداب الإسلامية. ولهذا قال لقمان لولده وهو يعظه:
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. انظر إلى هذه الآداب الإسلامية. نعم. يعلم ولده القرآن. نعم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: لقنني أبي القرآن من أوله إلى آخره. سبحان الله. وراء كل عظيم الأم الصالحة، الزوجة الصالحة، القانتة العابدة، هذه هي التي تولد العظماء والعلماء والفضلاء. قال الوليد ابن مزيد البيروتي رحمه الله كما ذكر ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، قال: عجزت الملوك أن تربي أبنائها كما ربت أم الأوزاعي الإمام الأوزاعي. تربية الحسنة. وكانت والدة الإمام مالك رحمه الله تعممه عمة العلماء. نعم. ثم تقول له: يا بني تعلم الأدب قبل العلم. أين نحن من هؤلاء الأمهات؟ أم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رهنت دارها من أجل أن يذهب الشافعي مع والي اليمن حتى يطلب العلم في اليمن. ولو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث للشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هذه نماذج عظيمة وجليلة شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك. لهؤلاء الأئمة العظام. نعم، وهكذا ينبغي أن نتأسى بهؤلاء الأئمة. نعم. سنأتي إلى تفاصيل أخرى في هذا الجانب، تربية الأبناء.